السلام عليكم. أيها المؤمن المبتلى، أيها الصابر المكلوم، يا من فتحت في قلبه جراح وانهمرت من عينيه دموع القهر وتفطر صدره من هول ما يرى ويسمع، اعلم أن لربك تبارك وتعالى يوما يشفي فيه الصدور ويبرد فيه الجوارح ويأخذ فيه لكل مظلوم بحقه، وهذا اليوم مهما نراه بعيدا يكون قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: ويشفي صدور قوم مؤمنين. فهذه الآية أيها الأحبة في الله مفتاح رجاء ومنهل صبر ودليل وعد صادق من القوي الجبار الذي لا يخلف الميعاد. ما أعظم قدرة الله عز وجل في شفاء الصدور أحبتي، يشفيها بنصر يفرحها، أو بذل يصيب عدوها، وبحق يرد إليها، وبكلمة حق ترتفع، وبراية إيمان تنصب. فإن تساءلت ما الذي يشفي الصدور، يشفيها أن ترى نصر الله تبارك وتعالى يحل على الظالمين، ويأخذ الله عز وجل للمظلوم من ظالمه، ويرد الدمع بالبسمة والذل بالعز والقهر بالظفر. أحبتي في الله، كم من صدر في أمتنا اليوم يئن، وكم من عين تبكي، وكم من أم فقدت، وكم من أخ صلب، وكم من شعوب تذوق الذل والذلة والقهر. يجيء القرآن الكريم ليبشر هؤلاء وليبشر الأمة جمعاء ويشفي صدور قوم مؤمنين. وعد منقوش على صفائح القدرة لا تمحوه الأيام ولا تبدده الليالي إطلاقا. ذلك أيها المؤمن اصبر أيها المؤمن، فإن أسرع الدواء هو دعاؤك، وأشد البأس هو ثقتك بربك تبارك وتعالى، وأقوى ما تحارب به هو أن تقول في الشدة: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله، يا من ترى ما لا نرى وتعلم ما في القلوب، اللهم اشف صدور المؤمنين، اللهم اشف صدور المؤمنين، وأقم في الأرض عدلك، وأنزل على القاهرين بأسك الذي لا يرد، يا قوي يا عزيز. اللهم جبر كسرنا ورد غربتنا وأطفئ لوعة قلوبنا، وخذ لنا حقنا، وأقم راية الإيمان، وأذل الكفر والطغيان، يا عزيز يا قوي يا جبار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.